وصلنا إلى الدور النصف النهائي، وصلنا إلى المربع الذهبي. اليوم كان الموعد مع دور الثمانية. تعرفنا على المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور. مع الأسف الممثل العربي الوحيد في هذه البطولة المنتخب المغربي لم يتمكن من تحقيق التأهل، ولكن تحية أعجاب الحقيقة لهذا المنتخب الذي قدم أداء كبير. بعد المباراة الثانية تغير المنتخب المغربي، تحول المنتخب المغربي، وكان بإمكانه الحقيقة أن يذهب بعيدا. اليوم هدف في اللحظات الأخيرة، في الثانية الأخيرة، قضت على طموحات العرب وقضت على طموح المنتخب المغربي. الحقيقة خسرنا المنتخب المغربي في هذه البطولة، وخسرنا أيضا حتى الأجواء الجماهيرية الرائعة جدا التي أضفتها الجماهير المغربية في كأس العالم للناشئين. سعيد جدا أن يكون معنا في هذا العدد. بداية نجم التحليل على قنوات الكأس الرياضية برنامج قطر 25، كابتن رشيد طاوسي، دائما سعيد جدا بوجودك معنا. وأنا سعيد كذلك، ومتأسف عن المنتخب المغربي اللي كنا نتمنى أن يمر هذا الدور، ولكن الحمد لله كتبقى تجربة جد مهمة لهذا الشباب هذا الناشئين. طبيعي، هارد لاك كابتن رشيد، ولكن الحقيقه نتيجه ممتازه، وصول لربع النهائي. الواضح انه الحقيقه المنتخب هذا شيء مهم جدا، انه كره القدم المغربيه تعودت بالانجازات الكبيره، بطل العالم في الشباب، نصف نهائي في الاكابر، فاصبح ربع نهائي لا يرضي المغاربه، وهذا مهم جدا. هذه هي العقليه التي اصبحت مطلوبه الان بالنسبه لكره القدم العربيه. نشاهد ان المنتخب المغربي الناس حزينه لخروج المغرب من ربع نهائي كاس العالم، يعني هذا في السابق كان إنجاز غير عادي وإنجاز غير مسبوق. في الأخير يجب أن نقدم تحية للمنتخب المغربي بالنظر لقيمة ما قدمه هذا الفريق طيلة هذه البطولة. ليس بالأمر الهين الوصول لربع النهائي. قلتها في البداية أنه ممكن كرة القدم المغربية وصلت للعالمية الآن من خلال نصف نهائي كأس العالم، من خلال بطولة العالم للشباب، منتخب مغربي بطل العالم، ميدالية برونزية في الألعاب الأولمبية. الآن ربع نهائي ليست بالنتيجة السيئة على فكرة، لأنه لما نصبح نتحدث على ربع نهائي كأنه نتيجة ليست بالإيجابية، هنا نفهم أن كرة القدم المغربية الحقيقة لامست العالمية، وهذا مهم جدا. سأبدأ بمباراة المغرب والبرازيل، ونبدأ معك كابتن رشيد طاوسي. بالنسبة لهذه المباراة، صحيح مباراة تلعبت في الثانية الأخيرة، المنتخب المغربي خسر المباراة في الثانية الأخيرة، ولكن رأيي شخصي أن المنتخب المغربي لعب المباراة التي يجب أن تلعب بهذه الكيفية، لأنه فنيا البرازيل أفضل وأقوى من المنتخب المغربي. هو صحيح، وفعلا خروج قاسي كما جاء في التقرير. احنا دائما المغربيين نسموها شمتة، يعني الخروج أي المؤثر في آخر لحظة يعني. مؤثر، ولكن يجب أن نفتخر بهذا الأولاد الناشئين، نفتخر بهم على ما قدموه وعلى التدرج في الأداء ديال بارك الله الجهه اليسرى اللي فيها العود وزكريا، رائعه جدا على كل المستويات يعني. وانت تعرف واجهنا فريق له من الامكانيات يعني العاليه جدا، خصوصا في الهجوم. بابلو كذلك ديل كل البرازيل لما شوف البرازيل لما تمسك اظن الحين في ترتيبه من ناحيه الهدافين هو غادي اليوم سجل هدفين، يعني يمكن 3 أو 5 اهداف وراء اللاعب البرتغال. واظن بانه المنتخب المغربي كانت دائما قوته يعني ما بين زكري وما بين العود في جهه اليسار، وهي في نفس الوقت قوه الفريق البرازيلي كما لاحظنا. ولكن بعض الاحيان يجب ان تكون عندك واقعيه في اللعب. اكيد شفنا زكريا يمكن من ناحيه هو كمدافع ايسر يعني كان عمل واحد مان تو مان بالنسبه لك، ولكن الوقت اللي تفوق عليه من الناحيه المهاريه اصبح الثقه الزائده، وهذيك الثقه الزائده بعض الاحيان كتنعكس سلبا على المردود. وشفنا كيف تسجل الهدف من ديك الجهه، يعني هو يعني في ادائه كان عنده رتبه عاليه جدا، ولكن الاخطاء اللي في هذيك الجهه اظن بانه ادى ثمنها غالي. اظن بانه الفريق الوطني المغربي في استراتيجيه يعني الوصول الى ربع النهائي كما ذكرت هي بمثابه انجاز، بانه تعطي كذلك حافز كبير جدا بالنسبه للفريق لا يجي السنه المقبله ان شاء الله. صحيح، وهذا شيء جد مهم، لانه هاد اللاعبين كلهم من حين برزوا واصبحوا، لان حتى الناخب الوطني ديال اقل من 20 سنه كان حاضر اليوم. يعني هناك لاعبين ممكن يتم صعودهم الفريق خاصه السنه القادمه في لاعبين يعني اندر 16 يعني مش 16 اندر 16 اندر 15 ناو موجود، على اساس بان هذه البطوله لازم ناخذ منها دروس، خصوصا وانه الجانب الذهني اللي جد مهم. وحنا شفنا ذهنيا اكيد بانه بعض الاحيان كان المنتخب المغربي يعني ما ماسك في الامور، خصوصا في اللحظات الاخيره. وانت تعرف بان اللحظات الاخيره
اكيد بانه الاخطاء عادي، انت عدلت مع امريكا في اللحظه الاخيره. صحيح. عادي جدا انك تنهزم في اللحظه الاخيره، هذه هي في هذا السن. كابتن عبد القادر، اعتقد ان المنتخب المغربي خرج بايجابيات كبيره في هذه البطوله، خاصة بعد البداية الغير صعبه متوقعة جدا في المباراه الاولى والثانيه. وانا اعتقد ان ناتج البداية اللي في المباراة الاولى والثانية ومن ثم في المباراة الثالثة وجد نفسه، اعتقد ان سبب حصول الفريق تحت 19 كاس العالم اصبح في ضغط على المجموعة وخاصة على المدرب والجهاز الفني. بالتالي البداية مع اليابان كانت يعني فيها تسرع استثناء يعتبر من اللاعبين، نتج عنه الهزيمه وعدم تقديم اداء. في المباراه الثانيه ايضا الفريق يعني انهار. اعتقد المباراه الثالثه قدر انه هو يعني يجد نفسه ويسجل 16 هدف في رقم قياسي. اعتقد ان بعدها في الدور اللي بعده قدر ان الفريق انه يلعب مع الفريق الامريكي مباراه كبيره، وقدر من خلال ركلات الترجيح انه يتفوق، وبدات اللاعبين يعبرون التعبير والثقه تبدا. لكن انا اعتقد في النهايه يستحق المجموعه هذه تستحق الثناء والتقدير، واعتقد انها يتكمل المشوار، لان في الفئات السنيه الاهم اللي هي الافرازه للفريق الاول حتى حصول 19 تحت 19 حصوله على كاس العالم هو مؤشر بان الكره المغربيه ايضا في الاولمبيات عطت وجه ايجابي. اعتقد ان هذا يدعم التنظيم والاستراتيجيه للموضوع. ما نقدر نقول لهم الا الله يعطيكم العافيه على جمهوركم الطيب وعلى ايضا الاداء والروح العاليه. هو قال سي هيكل لانه النكهه في هذه البطوله ولا في هذه النسخه وهو الدعم الجماهيري الكبير. هو خسرنا الجمهور الحقيقه، خسرنا الجمهور لانه التعاطف كبير الجمهور العربي. لا المغرب الان خلينا نكون واضحين. الحقيقه المغرب الان على المستوى العربي وعلى المستوى الافريقي الحقيقه اصبح منتخب يعني الحقيقه يمشي اكثر للعالميه. الحقيقه في الفتره الاخيره المغرب كل ما تكون موجوده في تظاهره الا وتشكل استثناء اصبح، والفوز على المنتخبات العملاقه والمنتخبات العالميه اصبح امر عادي لكره القدم المغربيه، وهذا مهم جدا. نختم بسرعه مع المنتخب البرتغالي لانه ما عادش في وقت. تحسنت الانجليزيه في قطر الحمد لله، مشيت من الفرنسيه للانجليزيه وهذا مهم جدا لنا. نعتبر الحلقه ديالك اعاده تاهيل واعاده تكوين ان شاء الله. ريسيكلاج. شو اعاده تاهيل هذا؟ احنا مستحيل نكونوا مع كابتن رشيد، نحن في اعاده تاهيل مع كابتن. سعيد جدا ان يكون معنا كابتن عبد العزيز حماده نجم فقره التكتيك. كابتن عبد العزيز اهلا وسهلا. مساك الله بالخير استاذ هيكله. بس عليك بس على اخوي الكبير قدر ومقام كابتن عبد القادر المغيصيب، على كابتن اخوي العود كابتن رشيد، على طاقم البرنامج، على المستمعين، على المشاهدين والمشاهدات الكرام. نقول كلمه كبيره حق المغرب، شكرا من القلب لبعثه المغرب. بالضبط. نعم خرجتم من البطوله ولكن ما زلتم داخل قلوبنا. صحيح، يعني خرجوا وتحدثنا. قلنا المنتخب المغربي قدم الحقيقه كأس عالمية من طراز عالي جدا، يعني خروج من ربع النهائي تعتبر نتيجة ممتازة على كل المستويات. تفضل كابتن عبد العزيز. اليوم نلاحظ أن الاتجاهات التكتيكية بدأت تتضح تماما. هناك 3 اتجاهات تكتيكية ترند الآن موجودة في هذه البطولة، واحدة منها اللي هي الكرات الثابتة، الكرات المرتدة، أيضا كذلك التعامل، الضغط للاسترجاع وتهديد مرمى المنافس.